اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم يا حبايب؟ معاكم منار او المطبخ المصري البسيط. النهارده عملنا هوت شوكليت في البيت بكل حاجه عندنا موجوده في البيت، مش محتاجين ان احنا نشتريه جاهز من بره بسعر غالي. عملنا برطمان كبير بسم الله ما شاء الله، واخد كميه كبيره ومعتبره، هيكفينا في الشتاء. طبعا انتوا عارفين الشتاء عايز حاجات دافيه ما شاء الله، ومحتاجين الحاجات ديت عشان اطفالنا وعشان اولادنا. وزي ما قدامكم كده بسم الله ما شاء الله بدأت ان انا اعمل معاكم قدامكم كده. حابين تعملوا بطريقة زي حليب، هو مش محتاج حليب لانه فيه حليب بودرة، لبن بودرة. طبعا مش محتاجين ان احنا نحط حليب، حابة تحطي انتي براحتك. وجبت مية مغلية وبدأت ان انا املى كده الفناجيل، وهبدأ ان انا اقلبه. حطيت سكر، هو طبعا في سكر، ما حطيتش سكر. لو حبيتي تزودي سكر وانتي لو لقيتيه عايز سكر ممكن تحط له شويه سكر. وقلبته كده بسم الله ما شاء الله، وجبت مارشميلو كده حطيتها كده على الوش كده، كان طعمها جميل. ممكن تحطي كريم شانتيه مخفوق عادي، بيبقى جميل جدا. بتزيني باي حاجه، ممكن تبشري شوكولا عليه بيبقى على وشه كده بدلها، مفيش مشكله. وكده يا حبايبي منظره وشكله بسم الله ما شاء الله، كانت جميله جدا. ممكن تعمليها في الكسرولة، تعملي على قد اللي عندك، وتعملي برضو عدد المعالق برضو، وتعمليها وتلفيها على النار، هتبقى جميلة جدا وهتدي قوام اتقل من كده بسم الله ما شاء الله. عندك الطريقة ديت والطريقة ديت. بدأنا كده ندخل على المكونات. شوفوا يا حبايبي كده، معانا كده مج سكر، فنجان سكر، فنجان لبن بودرة، فنجان كاكاو خام يا حبايبي. معانا حوالي 4 معالق نشا من الكبيرة، من المعالق الكبيرة. وطبعا هنجيب بقى كده البولة وهنبدأ ننخل كل المكونات اللي عندنا. هنجيب مصفى سلك، لازم تكون مصفى سلك عشان طبعا بيبقى في كتل كده في الحاجات ديت، لازم ننخلها عشان ما يبقاش في حاجة مكلكعة، ولا تبقى كده اي كلها ناعمة ولا جميلة. حابة تحط سكر بودرة حطي، حابة تحط سكر حبيبات اللي عندك حطي، كله هيمشي وهيبقى زي الفل. بدأت ان انا انخله كده يا حبايبي في البولة زي ما قدامكم بسم الله ما شاء الله. بجد كان طعمه جميل جدا. جربوه بنفس طريقتي، حاجة مختلفة عن ما تشتريها من بره وما انتش عارفة معمولة ازاي. انت طبعا كل حاجة بتشتريها وبتبقى عندك كده كده، عندك كل حاجة والحاجات دي موجودة عندك. وبدأت كده ان انا اقلبه تقليب مستمر، علشان خاطر عايزين كل الحاجات دي تبقى متجانسة مع بعضها وتبقى لون واحد زي ما قدامكم كده بسم الله ما شاء الله. وبدأت كده اقلبه يا حبايبي، وجبت برطمان نضيف يكون ناشف مفيش اي سوائل ولا اي ميه. الاول كده قبل ما اجيب البرطمان معايا قالب شوكولا. طبعا ولو عندك الشوكولات شيبس ممكن تحطي، تستغنى عن قالب الشوكولا وتحطي حوالي 4 معالق شوكولات شيبس. انا ما لقيتش اللي عندي الا شويه صغيرين دولت. وهبدا اخد نص قالب الشوكولا ده، هقسمه كده بالسكينه، وهبدا ان انا اقطعه قطع صغيره زي ما قدام كده. هي جامده، نسيت اطلعها من الفريزر من بدري، فطبعا كنت مطلعها قبلها بحاجه بسيطه. فهي جامده بقى، يعني ربنا يقوينا بقى الحمد لله. فبدأت كده ان انا اقطعها قطع صغيرة بالسكينة، عشان طبعا انا عايزاها كلها تبقى في الهوت شوكليت، كلها كده تبقى تدي طعم كده ونكهة جميلة. وهنبدأ بقى نحطها عليه ونقلبهم بقى حبايبي كده لحد ما يبقوا كلهم متجانسين مع بعضهم. آه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبدأت كده يا حبايبي زي ما قدامكم كده بسم الله ما شاء الله. بصراحة انا ما اقولكوش على طعمها، بس طريقة اللي انا حبيت ان انا اعملها بالمية، فانتوا لو حابين تلفوها على النار في كسرولة على العدد اللي انتوا هتعملوه هتبقى جميلة جدا وطريقة جميلة جدا بسم الله ما شاء الله. بدأت ان انا اقلبها كده يا حبايبي، اقلبها كده يا حبايبي زي ما قدامكم. جبت بقى برطمان نضيف، عندي بقى برطمان من بتاع التانك الكبير اللي هو الكبير اللي هو الكيلو على ما اظن. وبدات طبعا البرطمانات دي يا حبايبي ما تبقوش ترموها الازاز، لان هي بتبقى في المطبخ بتبقى يعني نعمه بصراحه في المطبخ، بدل ما تشتري من بره لا ما عندك جاهزه هي. فبدات ان انا اعبيها بقى كده في البرطمان، وعملنا برطمان حلو كده جميل هيكفينا في الشتاء. طبعا انتوا عارفين في الشتاء هيكون عايزين الحاجات السخنه الدافيه ديت، طبعا خصوصا اطفالك او اولادك بصراحه بتبقى ممتعه. وكده يا حبايبي
عملنا برطمان هوت شوكليت. بسم الله ما شاء الله. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي حبايبي، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من منار. واي حد عايز اي حاجه يطلبها مني يتفضل يطلبها في الكومنتات، وانا مش هتاخر عليه هعملها له. واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.